لو عديت اول اسبوعين في الدايت بدون مشاكل وبدون اخطاء فغالبا هتكمل في الدايت ده وهتوصل للوزن المثالي. في الفيديو ده هنعرف اكتر الاخطاء الشائعة اللي بتحصل في اول الدايت وبتتسبب في فشله قبل ما يبدأ. يلا بينا. الرجيم الصحي بيمر بمراحل، واول مرحلة فيه بتكون اهم مرحلة لان جسمك بيتنقل فيه من عادات غذائية غير صحية لعادات غذائية صحية، وفي الفترة دي بيكون جسمك مش متعود على النظام الجديد اللي هو داخل عليه. اشهر البدايات دي هي البداية العنيفة. البداية العنيفة دي معناها ان انت اول ما بتبدأ دايت بتمنع نشويات تماما وتمنع سكريات وتقلل في البروتينات وتقلل في الخضار وتبدأ تتصرف تصرفات شديدة جسمك ما يستحملهاش. التصرفات دي بتعمل نوع من انواع الصدمات الشديدة جدا لجسمك، فيبدأ يظهر عليك اعراض انسحاب. من اشهر اعراض الانسحاب دي الزغلله والدوخه والتعب المزمن والارهاق الشديد وفرط الاعصاب، وممكن يوصل عند بعض الناس ان هم بيغمى عليهم ويتنقلوا لمستشفيات. ولو اللي فات ده كله ما حصلش بيبدا يظهر عرض مشهور جدا هو الكريفنج او وحم السكريات. السكريات بتعمل نوع من انواع الادمان في الجسم، فانت اول ما بتقطعها تماما جسمك بيبدا يبعت لك اشارات ان هو عايز سكر. انت غالبا بتستجيب للاحساس ده وتبدأ تلقط حاجات فيها سكر يوم ورا التاني، بترجع للي كنت عليه تاني. الحل عشان ما تقعش في المشاكل دي ان انت ما تقطعش نشويات تماما في اول فترة في الدايت. خلي عندك نشويات معقدة في اكلك زي البطاطس وزي الرز وزي الشوفان. ولو انت متعود على الحلويات والشوكليت والبيبسي والشيبسي والكلام ده فلازم توقفه تماما لمدة اسبوع قبل ما تبدأ دايت اصلا. الخطأ التاني اللي ناس كتير بتقع فيه هو ممارسة الرياضة من أول يوم دايت. احنا عندنا في مصر إذا ذكر الدايت ذكر الجيم، فبدل ما بيقلل أكله بس لا ده كمان بيروح الجيم معاه، فيبدأ يتعب ويبدأ يجوع أكتر من الأول ويرجع ياكل الأخضر واليابس، ناهيك عن كوباية العصير الكبيرة اللي كلها سكر اللي بياخدها في طريقه وهو راجع من الجيم. ده مش معناه ان انت ما تروحش جيم، بالعكس الجيم ليه دور كبير جدا في نزول الوزن والرياضة عموما، لكن ممكن تصبر اسبوعين 2 بالظبط لحد ما جسمك ياخد على النظام الجديد وتبدأ تتعود على الدايت وبعدين تبقى تروح. الخطأ الثالث هو الاعتماد الكلي على ادوية التخسيس. يعني تلاقي اول ما حد يجي عند العيادة او نبدأ متابعة اونلاين يقول لي يا دكتور الحقني بسرعة واكتب لي حاجة تسد لي شهيتي علشان مش قادر. فهنا بيحصل مشكلتين 2. المشكلة الأولى إن أنت ممكن تقع في أدوية كيماوية تسبب لك أضرار طبية عنيفة جدا، ممكن توصل في بعض الحالات للوفاة. أنت مش هتعرف الدواء كويس من الدواء الوحش فتجنبه في المطلق. المشكلة التانية هي إن أنت لو لقيت دواء كويس ممكن تتعود عليه في سد الشهية وتنسى التعليمات الغذائية بتاعتك، فأول ما تبطله ترجع ريما لعادتها القديمة ويرجع وزنك وشهيتك زي الأول بالظبط. الخطأ الرابع هو التجارب العشوائية وإن أنت تتبع نظام ما ينفعلكش. رحلة الدايت عند أغلب الناس في مصر بتتمثل في الآتي: إنه عايز يخس فيخش على النت يدور على نظام فيبدأ يطبقه فما يخسش عليه فيبطله، فيدور على نظام تاني فما يخسش عليه فيبطله، فييأس فياكل فيتخن أكتر من الأول بكتير. فلو حضرتك جربت مرة و2 دايت ومنفعش فوقف وما تكملش. هتروح لمختص يشخصك ويشخص المشكلة عندك وايه سبب قلة الحرق وايه سبب عدم نزول الوزن ويشوف له علاج. العلاج هنا ممكن يبقى تفاصيل صغيرة انت مش عارفها، لكن الدكتور هيشخصها لك ويحط لها الحل بمنتهى البساطة وتكون ريحت نفسك ومشيت صح. وعشان الدكتور كمان بيحط لك استراتيجية مش نظام مؤقت، يعني هو بيحط لك استراتيجية تمشي عليها على المدى القريب والمدى البعيد. فلو حضرتك الحالة استعصت عليك وفي مشكلة اسأل أهل الذكر. الخطأ الخامس والأخير هو الإيمان بالوصفات والحركات والخلطات والجو ده. مشكلة الوصفات والخلطات برضو مشكلتين. المشكلة الأولى إن في منها بيضر، والمشكلة التانية إن هي بتخلي الناس تسيب التركيز في الدايت وتركز على الوصفات. فبلاش تكون منهم وتفكر إن في وصفة هتحرق لك الدهون وانت نايم على السرير، عشان ده ما بيحصلش. قوم فوق كده وابدأ اعمل النظام الغذائي بتاعك أنفع لك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجاية إن شاء الله.